السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نقدم لكم وصفة البقلاوة بعجينة الفيلو المنزلية. هذه عجينة الفيلو تقدروا ديروا بها قداه من نوع تاع المعسلات. شفتوا المعسلات التركية والسورية اللي يستعملوا فيها عجينة الفيلو، هذه لاباط تقدروا تستعملوها في هذاك النوع تاع المعسلات. أنا استعملتها في البقلاوة. النتيجة كما راكم تشوفوا قدامكم، ما نحكي لكمش على التوريق. إضافة إلى البنة وطرية ومقرمشة في نفس الوقت. راح نوري لكم الطريقة كيف تطيبوها باه تجيكم ورقة بهذا الشكل. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. راح نحتاجو 4 كيلات فرينة مع نصف كيلو سمن ولا زبدة ولا خليط ما بين الزبدة والسمن، المهم يكون دايب وبارد. أنا درت نصف كيلو سمن، زدت لها ملعقة صغيرة فاني، زائد حبة بيض كاملة، شوية ملح باه ما تجيش العجينة صامتة، وملعقة كبيرة حليب بودرة. ونلموا العجينة مباشرة، ما نديروش هذيك المرحلة تاع ندخلوا الفرينة أولا في الزبدة ولا السمن ومن بعد نضيفوا المكونات الأخرى ومن بعد نلموا بخليط الماء وماء الزهر. في هاد العجينة لا، نحطوا جميع المكونات مع بعض ومن بعد كيف نروحوا نلموا مباشرة مع بعض ضربة واحدة. نزيدوا الماء وماء الزهر تدريجيا، نلموا فقط بلا ما نعجنوا. اللي عندها البترا تستعمل هذاك لوكا. نلموا حتى نتحصل على عجينة متماسكة، يكون قوامها طري، مش معناها طري اللي تلصق في اليد، طرية وتكون رطبة. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. نغلفها بالسيلوفان ولا نديرها في كيس بلاستيكي، نحطها في الثلاجة ليلة كاملة، واللي زربة أقل شيء تخليها ترتاح لمدة ساعتين في الثلاجة. وعلاه قلت لكم نحتفظوا بها في الثلاجة؟ العجينة نخلوها في الثلاجة باه ما تطلقش الدهون اللي فيها، لأنه كي نخليها خارج الثلاجة راح تطلق الدهون اللي فيها. بعد ما نطيبوها راح تجينا البقلاوة تاعنا يابسة. انا هنا العجينه تاعي كانت ارتاحت، جبتها قبل ما نستعملها بربع ساعه، قسمتها بهذا الشكل وشكلتها كريات. راح ندير 4 طبقات من الاسفل و6 طبقات من الاعلى. بالنسبه للبلاطو، طوله 30 سنتيمتر وعرضه 25 سنتيمتر. فهمتكم قبل كيف تعرفوا كميه المكسرات والفرينه في كل بلاطو اللي راح تستعملوه. في الفيديو تاع وصفه البقلاوه راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. كريات تاع الطبقة العلوية وزنهم 60 غرام، أما الطبقة السفلية وزنهم حوالي 100 غرام، لأنه الطبقة السفلية راح نطلع العجينة حتى الأطراف، أما العلوية راح نغطو بها من الفوق فقط. لهذا دائما تكون العجينة تاع الطبقة السفلية أكبر من تاع الطبقة العلوية. واللي ما عندهاش ميزان توزن فقط عينها ميزانها، المهم تدير الكريات تاع الطبقة السفلية أكتر من الكريات تاع الطبقة العلوية. بعد ما كورناهم نزيد نغطوهم ونخلوهم يرتاحوا مدة ربع ساعة أو نصف ساعة. كي نخلي العجينة ترتاح راح تجيلكم سهلة في التشكيل وتتحل معاكم بكل سهولة. بعد ما ارتاحت العجينة للمرة الثانية، أنا درت هذه الطريقة لأنه مش الناس كامل عندهم آلة توريق. اللي ما عندوش آلة توريق يستعمل هذه الطريقة، ما كانش أسهل منها. المهم قلت لكم بعد ما ارتاحت العجينة للمرة الثانية، نجيب النشا ونبدأ أولا بالعجينة تاع الطبقة السفلية. نديرو شوية نشا فوق طاولة العمل ونفتح العجينة شوية فقط بالحلال، نحطها على جنب ونرش فوقها نشا كما راكم تشوفوا في الفيديو. شوفوا كمية النشا اللي نديرها، ما نكتروش وما نشحوش. النشا هنا راح يساعدنا باش ما تلصقش الطبقات في بعضها. وشوفوا السمك اللي حليته، مش رقيق حتى تولي كيما الورقة. المهم نحلو الطبقات تاع الجزء السفلي ما بين طبقة وطبقة أخرى، نديرو النشا. كي نكملو نعاودو نغطوهم ونخلوها ترتاح ونزيدو نكملو الطبقات تاع الجزء العلوي. كما قلت لكم دائما العجينة كي تخلوها ترتاح راح تساعدكم كي تعودوا تشكلوا فيها، راح تعطيكم الطوع. بصح كي تعملوا بها مباشرة راح تتفتح معاكم، مش راح تتفتح، بصح راح تعذبكم شوي في الخدمة. تكون شغل كل شغل إلاستيكي، انتم تفتحوها وهي تعاود ترجع. تبعوا فقط جميع النصائح اللي نمدها لكم، راح تجيكم بقلاوة تاعكم ناجحة من أول تجربة. واللي عندها آلة توريق راح تسهل عليها الخدمة تستعمل آلة توريق.
في الجزء العلوي درت نفس الطريقة تاع الجزء السفلي، لكن فتحت 3 طبقات درتهم فوق بعض ودرت بيناتهم النشاء غطيتهم، وفتحت 3 طبقات الأخرين اللي قاعدو كيف وحدهم، درت بيناتهم النشاء وغطيتهم. قصدي فتحت الطبقة الأولى درت النشاء، عاودت فتحت الطبقة الثانية ودرت النشاء، عاودت فتحت الطبقة الثالثة غطيتها وحطيتها أكوتي، ورحت فتحت الطبقات اللي قاعدوا في 3 وغطيتهم وحدهم وحطيتهم أكوتي. نتمنى يكون الشرح مفهوم. بعد ما كملت فتحت العجينة كامل وخليتها ترتاح، جبت هذا البلاطو اللي راح نستعمله، ذوبت كمية من السمن، انتم ديروا واش تحبوا، سمن زبدة ولا خليط ما بين السمن والزبدة، وندهن جميع الجوانب. العجينة تاعي هنا كانت ارتاحت، نبدو نفتحوا الطبقات كامل مع بعض. هنا 4 طبقات نفتحوهم بهذا الشكل، نفتحوها جيدا حتى تولي رقيقة. شوفوا كيف تتفتح معايا بكل سهولة. بطبيعة الحال هادم الطبقات تاع الجزء السفلي، شوفوا راح تتنحى بكل سهولة، ونروح نفرشوها في البلاطو ما بين طبقة وطبقة أخرى، ندهنه بالزبدة أو السمن أو خليط ما بين السمن والزبدة. نحاولوا نعدلوها في البلاطو بهذه الطريقة. بعد ما فرشنا الطبقات تاع الجزء السفلي كامل، وهنا ما بين الطبقات دهناهم بالسمن أو الزبدة أو خليط ما بين السمن والزبدة. الطبقة الأخيرة اللي راح نفرشوا فيها الحشو ما ندهنوهاش، نخلوها كما راهي. في الحشو نديرو اي نوع تاع مكسرات نحبوه، نحمصوه باه يخرج النكهه اللي فيه وتجينا البقلاوه تاعنا بنينه. بعد ما نحمصوا المكسرات نخلوهم يبردوا شويه ونروحوا نرحوهم، ما يكون خشن ياسر وما يكون رقيق ياسر. نكيلو 4 كيسان تاع مكسرات مع كيلة ناقصه دوا سكر عادي، نزيدو لهم 2 ملاعق كبار زبده ولا سمن دايب، نخلطوا الكاوكاو مع السكر والزبده مليح، ومن بعد نبدو نرشوا بماء الزهر ونرشه تدريجيا ونخلطه، ما نخلوهاش حتى تولي عجينه، نديروها كيما نفكلو الكسكسي. كي نكملو نغطوه ونخلوه يرتاح على الاقل ساعتين. نفرشوا الحشو في البلاطو ونحاولوا نعدلوه بالظهر تاع الملعقه فقط كيما راني ندير، باه ما تجيلكمش جهه طالعه وجهه هابطه، ايضا باه يجي الحشو متماسك. درك نبدا في الطبقات اللي تجي من الاعلى، نعاودوا نفس الطريقه اللي درناها قبل. شرعت لكم الفيديو باه ما يجيكمش طويل. نرققها مليح، نحل من الوسط ونروح الاطراف كما راكم تلاحظوا، راح تتحل بكل سهوله وما تتقطع ما والو. كي نفتحوها مليح نبدو نهزو ورقه بورقه وندهن ما بين الطبقات بالسمن ولا الزبده ولا خليط ما بين السمن والزبده، بطبيعه الحال يكون دايب. شوفوا لاباط روعة، ما كي تكسلوها ما تقطع ما والو، تكسلوها بكل بساطة، وكي تعودوا تكسلوا فيها أيضا كسلوها بالعقل، ما تكتروش عليها حتى ما تقطعش معاكم. أيضا شوفوا لاباط كيف رققتها حتى تقريبا تولي شفافة. هنا كملت جميع الطبقات، هذه الطبقة الأخيرة كي نكملو نغطوها بكيس بلاستيكي، نخلوها ترتاح مدة نصف ساعة. بعد ما ترتاح بنصف ساعة باه نحو الأطراف ونقطعوها. كي نخلوها ترتاح ما تتكمش معنا حبة البقلاوة كي نعودو نقطعو فيها.
هنا بعد ما ارتاحت بنصف ساعة نحيت الأطراف بهذه الطريقة، تنحوها بالحلال أو بالسكين فقط. هذيك الزوائد اللي نحيناها تقدري تعاودي تبليها بشوي ماء زهر وتعجنيها وتستعمليها في قديه من وصفة. أنا هنا راح نقطعها بالطول، استعملت هذا المول طوله 6.5 سنتيمتر وعرضه 2.5 سنتيمتر. نتراسو به فقط، ما نقطعوش به ولا نطبعو به، نتراسو باه نحددو الشكل. كي نكملو نقطعوهم بالموس راح يجو الحبات كامل متساويين. من بعد كي نكملو التقطيع ندهنو بكمية معتبرة تاع السمن أو الزبدة تكون دايب باه الطبقات يتورقو مليح. الطريقة تاع الطياب، نسخنو الفرن مليح أولا ونحطوها تطيب على نار متوسطة، ما نحطوهاش في الوسط، ونحطوها في الأعلى باه تتورق جيدا ويطيبوا الطبقات ما تبقاش نية من الداخل. كي نشوفوا الجوانب خدت اللون الذهبي نعاودو نحطو البلاطو في الوسط، نطفو من التحت ونشعلو عليها من الأعلى، الزيت تاخد اللون الذهبي ونطفو عليه. نخرجوها من الفرن وهي سخونة، نعسلوها بالعسل يكون بارد بدون أي إضافة. هنا كمية العسل متساوية مع كمية الفرينة متساوية مع كمية المكسرات. واللي تحب البقلاوة تاعها تجي عالية تزيد كمية المكسرات ب200 غرام على الفرينة، وكي تزيد كمية المكسرات راح تزيد كمية العسل، دائما العسل متساوي مع كمية المكسرات. درك نروحو للتزيين، عندي لوز أبيض ولوز أحمر، نقطع الحبة على 2 بهذه الطريقة باش كي نزين بيه يوقف بكل بساطة. نجيب 2 ملاعق عسل عادي مع ملعقة معمرة مليح غلوكوز، ندفيهم مع بعض حتى يذوب الغلوكوز، نخلطهم بالملعقة جيدا حتى يتجانسوا. من بعد كل نوع نحطو وحده، يعني ما نخلطش اللوز الأحمر مع اللوز الأبيض. نروحو نخلطو مليح اللوز هذاك في الخليط تاع العسل والغلوكوز. الغلوكوز راح يعاوننا باه المكسرات يلصقوا في حبة البقلاوة، وأيضا راح تعطينا لمعة للمكسرات تاعنا. ونروحو نزينو البقلاوة بهذه الطريقة، كل 3 حبات لوز نديروهم بنفس الاتجاه. التزيين راهو موضح يعني مش حاجة صعيبة. ونديرو حبة بحبة، حبة نديرو فيها اللوز الأبيض وحبة نديرو فيها اللوز الأحمر. وفي الأخير درت لها لمسة بالورقة الذهبية. وهكا نكونوا كملنا البقلاوة. أعطيتكم جميع الأسرار والتفاصيل، تبعوهم فقط راح تنجح معاكم بكل سهولة من أول تجربة. أيضا راح تبقى معاكم مقارنة الشوطرية لأطول فترة ممكنة. هذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.